بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم سنتكلم حول انتهاء من صلح الحديبية. افتحوا آذانكم وأعينكم جيدا حتى ننتهي من هذه المشكلة، ننتهي من الحديبية ونعود إلى صفحة جديدة إن شاء الله. برايد عزيز أميرو بحثا تمام بونا بكرمانجي صلح زانت بكردي جراد وينشد بين لهف هاتن آشتي يعني صلح عم بيجن لهف هاتن أبا حديبية دي واي خلاص بو إدي إمزا بابجنيكي خلاص بو ليدي حفتا شوي أمانا إيرو بين چو قوتم حفتا شوي ماين كياني زمان شرط وان چه بون إيرو چاوا تمام بون أيب خوش مشكلة بو درد كل بون أنا راحت نبو هناك تشت كرناوي زحمته دوام كرناوي ده زحمته يعني ايجابي اجي براستي زحمته ويا مازن امي انا تماشاكن شرطي ويج براد بيرا ودابن شرطي عول جو جرون ايصال بزبرن ايصال ناين عمري جو سر شعبا جوج انا بيدا مسلمانه كي ظلام بني كلمه مسلمانه كظلام ياج بيروانه كند سياسته ده جرى مرفر بعقل بدبلوماسيه ده مربك احمق شعب بقرنا جرى شعب تفكري بتشج دبت درتي زان معنوي شيء وقتی که نویساندن دوی صلح هانه دا گو اگر ظلامه که مسلمان هات مکه مدینه و نبزافرن ظلامه که مسلمان کافر حساب نذكر کجنه که مسلمان هره وان گو ظلامه که مسلمان رجل مسلم من نبی کلمه گوتن پیغمبر جی نویسان ایجا چند مکه که جنه مسلمان هاتن قاجنا بدن ما مسلمان گو و گوتیه ظلامه که مسلمان و نه گوتیه ها چه کسه که و گوتیه ظلام پاشه آیت پیروز هات صورت ممتحنه دا گو اگر جنه که مسلمان هات ندنوان جنه و کامیرانه سیاست اوه سیاست کلمه اکتبیجی معنی اوه مثلا عرب و اسرائیل تشتکی شکرن سال 75-80 هدا گوتن گرتج عرض عربا درکوین كلمة عربي ضد تشتهنه من الأراضي العربية من أرض عربية من فرق وان ألف ولام قبل تقول من أرض عربية هنك عرض عربة دركبي مترك يا 1000 كيلومتر توجه لها فكر فقط قبل تقول من الأراضي العربية هرشيك عرض عربانة إسرائيل قلنا عرض عربة تفنى أرض عربية يعني مترك يشتكارم دركبهم سياساتك أشقى ما زنكرن يعني كافر يتفرد شاشتي كي كل فايدة بسلمانات يذهبوا قو ظلام أكيد مسلمان تهات ونبزفرين بيغمبر قو سر عوازي بزفرينهم إجري بسلمان جنه من هاتن گو خدای پشت ایجا خدای گو يعني اولا کافر مال اخرى کرب دوی خکتنه که ظلام کی مسلمان کو هات گو نه گوت یجن ظلامن ظلام هاش تر علی جنان ادمته او آیت در حق وان سوره ممتحنه دهات خدا گو اگر جنه کم مسلمان هات وان امتحان بکن تست بکن جاجن ایمان وان هتنه کی ایمان وان هبن قط و نظرین برا کار واتنا ظلام وان خل حد خجنه مرنا خذ مسلمانه يعني اویا نقطه وانا دو یمین بو و 10 سالم شر ناکن اینکه گروه ایگو بخوازم ببین حوال مسلمان دبن اوک بن حوال وان لی کی فتنه کی چه که صلح نما خلاص شر دست بید که به شکل هانه اتفاق اوات و ایجا دست بکن ای بنفسنا امی انا بحثایی بکن مضمون الاتفاق تتذكرون ان يعود المسلمون اذا اتى الى المسلمين رجل مسلم سيعيد الحرب سيكون هناك وقف اطلاق النار 10 سنوات هناك شروط بسيطة أخرى الآن بدأ وقت كتابة المتن ماذا يكتبون بالكلمات مهمة يعني أولا سيدنا علي قال الكاتب الذي كان يكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو قال بسم الله الذي أتى باسم المشركين سهيل بن عمرو قال توقف من هو الرحمن الرحيم نحن لا نعلم هذا ولكن قل باسمك اللهم سيدنا علي محى الرحمن الرحيم وقال باسمك اللهم هذا أولا يعني بدأ الخلاف من أول نقطة لا أقبل هذا وتقبل هذا مهمة جدا تكتب الكلمات رسولنا غير كلمة الرحمن الرحيم وقال اكتب باسمك اللهم هكذا حسب الاتفاق بين الطرفين حضرتي علي أبي يكتب نفسينه كاتب هي كاتب پیغمبر حضرتي علي بود نفسان پیغمبر قو علي بنفسينه متنهانه حضرتي علي قلم يكرد دسته خو قلمي وقت يعني نا قلمك وكان حساب نكن يعني بسم الله الرحمن الرحيم جبر إذا عادت ناو مسلمان هذا مكتوبة كي دشين بناو خدا بناو خدا كنت بيجي مهربان ودلوان ودليبان رحمن الرحيم هذا معنى دلوان يعني
هو بسم الله أبي كافر أقول دقيقي قو رحمن ورحيم شيء قام ناس ناكم فيها رحمن ورحيم كي قو خداكي قو رحمن ورحيم أبن زانن عدت وان بقول بيجا بنابه تاخده بنابه خده أو بسمك اللهم يعني بنابه خده پیغمبر گو علی راست بيجا بنابه تاخده دست بكر يعني سياسة أبا تشتكي تياسكي أجي قبول لكم يعني تشتكي نابه نانا تنه از راستكم تدنبسينه مثل نقطه كي بهوا بكن ليه كافرات فردا قو رحمن ورحيم ابنا خاصن پیغمبر قو بيجا بسمك اللهم اوي شكرن ابي نقطه او الاحتراز كد پیغمبر قو هرت او يك ثانيا كذلك كتب الطرفين طرف المشركين وطرف المسلمين من هو سيدنا علي رضي الله عنه قال هذا ما صلح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترد كذلك المبعوث القريشي قال لو نقبل بأنك رسول الله لماذا نحاربك نحن نؤمن بأنك لست رسول الله لا نحب أن تكتب رسول اكتب محمد ابن عبد الله فقال رسول صلى الله عليه وسلم له كلمة معروفة الله يعلم بأني رسول الله وإن كذبتموني خلاص اكذبوا ولكن أنا رسول الله كذبكم لن يضر شيئا فكتبوا محمد ابن عبد الله كذلك الطرف المقابل لم يقبل هذا الشيء فالرسول قال نكتب هذا ونتفق على هذه الكلمة نقطة دوية جارك برسكريك كي دركت برسكريك مزانة شنها مشكلة يعني تشتكي هاس كي تبيجي كي وكي لها فكرت هذه مثلا تشتكي مالك دفروشي فلان كاس مالك فرود تشتكي دستين فلان كاس دستين فلان كاس يكو دو طرف عور حضرت علي أسكر جو محمد رسول الله رسول الله أبي كافر جو قربا دخل كي بسيغن جو رسول الله چیه وام قبولناكم پیغمبر خدای بیاناکم قبولناكم کو ام زانبند پیغمبر خدای شما هم ترا شر ناکن ام چما ترا شر دکن ايه ام قبولناكم پیغمبر خدای یاد که محمد کره عبدالله نفردا حضرت علي جو والله سيلناكم ورا علي تمام پیغمبر گفت بنفسی نیراکه بجر کره عبد والله دست مناچه کی گفت چاود من رحمان و رحیم راکر از ذکر رسول الله اجراکم پیغمبر گفت کاج مرا بجد کدای ازراک جرا گو پیغمبر سیل کر يعني محان اجا پیغمبر جوان را وهاد بجد به والله و بجن ون انکار بکن جاز پیغمبر خدا ملي انکار بکن ضرر يتنه دفردا حضرت علي قوداريا پیغمبر نکر حاشا نبو کافر جو حس کرنا زیده وش پریات قحرلو يعني يو پیغمبر خدا و الرحمن الرحيم قبول نکر رسول الله ويجي قبول نکرنا محمد كره عبد الله لي پیغمبر جي عاجز نبو نگو علي تبي امريامت کی حضرت علي پیغمبر زانمو کجنیتا پاک بی تشتید خوازه لی پیغمبر نظامو عربی و بخوانده پیغمبر خواندن آیت نبو و کاج مرا بجا رسول الله کیجا کلمه ازراک جرا گو آلاویا رسول ترات کی تراک اما از دست اغناد مکه حضرت علی دست اغناد ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام هات جبر يعني جار کنی و ساکنو نفساند و حاصل تفکی نقطه نفسان نقطه ما گو بشکل يعني قضیه يعني دفردا تیساد دل فرابونا پیغمبر علیه الصلاة والسلام راست دفردا ون قبول نکن ضرارتنا پیغمبر ندگو از آن تخوازم پیغمبر دور دنهرد اکا پیغمبر عقلی پریا مازن بو چند سال پاسش مرا مهمه ای مهم او بو ایر و پیغمبر و کافر به هفرا روشنه خبر دن حتی وی ساعت کافرش پیغمبر گفت کی ام تناس ناکن ام ترى خبر نادن ام هر تبوجن ولكن هاد درجه کی او هر دو دبیجن بون مخاطب هف دو طرف دی چه بون اوی اب خود جرکش پیغمبر را بسن از بوم طرفه کی و اتهاتی مرا خبر دی گرانی همه چه بیه هیدی تو بخوازی نخوازی از بوم قوته کی دوی میدان آنه داز هاتم قبول کرن ای مهمش مرا ابک پیغمبر هات قبول کرن علیه الصلاة والسلام طبعا حينما كتبوا محمد رسول الله احترت فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص نكتب هكذا ولكن سيدنا علي قال أنا لا أمحي هذه الكلمة فالرسول قال دلني على مكان هذه الكلمة أنا أمحيها فالرسول لم يكن كاتبا ولا قارئا لم يكن يقرأ أمي كما نقول أو الله عز وجل وبعدما انتهى هذا الشيء كان هناك دور الشهود من المسلمين عدد كثير أصبحوا شهداء على هذه الكلمة ولكن الملفت للنظر هناك رجل اسمه عبد الله ابن سهيل ابن عمرو سهيل الذي أتى يفاوض المسلمين فابنه كان مسلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليكن ابنه كذلك شاهدا هذا تكريم لهذا الابن حتى الأب يعلم بأن الإسلام رفع من مكان هذا الولد فأصبح
مثل أبيه رجلا عظيما محترما، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله كذلك من الشهداء. وعدد كبير: أبو بكر، عمر، عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب، عبد الله بن سهيل، سعد بن أبي وقاص، محمد بن سلمة، وكذلك هؤلاء أصبحوا شهود. ومن المشركين 2 أصبحوا شهودا على هذه الاتفاق. انتهى الأمر هكذا. وقت ایدی نفساندن قضیه الهف کرن شاهد هاتن. وقت شاهده پیغمبر علیه الصلاة و السلام جو مسلمان 6-7 حبا گموره ببن شاهد نابه خوب نفسینه فلان کس شاهد فلان کس شاهد. اوان نابه مگو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، عبد الرحمن کره عوف. تشتی کو پر غریب بو پیغمبر بزانه بون کر اویه کو کافره راحتی اف سهیل ام بجن بهاتی بازار پیغمبرات کمازنه کافره. پیغمبر علیه الصلاة و السلام کریج بیا مسلمان و مسلمان کره کی یک عبدالله یک جنابی ابو جندل امان بحثایی بکن. پیغمبر گو عبدالله چی وره بشاهد اوج مسلمان هجرت کریه هات اوج بو شاهد بابا واش کو عجب ما الله الله کره مج یاو خب قیمت چه بیه کره مج بیا ذات کی مازن و مسلمان دا پیغمبر بزانه بون خاص کو بزان به اسلام مروا مازن دکه اوی انسان هانه باوی بجی باوی نوا کافر ده پیغمبر جرانه گو باوی تا کافر آتیه مرا بازار که از نوی تنا نفسین وره از قیمت دبته باو چه دو برابه پیغمبر برده قیمت کی دای که اون ناوی وید ناوا شاهد آده نفسان او یاجی پیم لازم بو حاصل اوانا ای بسلمان او قصا ای کافر اجده بون یک اف سهیل بو و هواله که ویدی وانج ناوی خو نفسان که آده کرن دسته خو ده ایجا آنا مثلا مازنج آنا بشون ده دست بید که ایجا صحابی ایجا جی نقرتاندن ها حضرت عمر ایجا قرتاندن زانه چیه یعنی ایجا حزم نکرنه ایجا مسلمان ایجا اشتکلن هره پیغمبر بکج قبول بکه یا جی استشاره نکر گوازی هر بکم لی مسلمان ایجا قبول نکره ایجا ایت خوازن خراب بیان امانه تماشا کن. طبعا كتبوا الكتاب ولكن المسلمون إلى الآن لا يقبلون هذا الشيء ولكن ليس بالعمل فقط بالكلام غير راض عن هذا الاتفاق. ما حصل وصل إلى جيش إلى معسكر المسلمين رجل اسمه أبو جندل ابن هذا السهيل الذي أتى يفاوض باسم المشركين وهو مربوط بالسلاسل هرب من زندانه. وصل إلى المسلمين وقال أيها المسلمون خلصوني هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول مرارا وأن يقول لأبيه اجعل هذا من أجلي أنا أتركه خلاص من أجل خاطري فهو يقول لا والله لن أتركه لك. الرسول يقول من أجلي أتركه يعني هذا أول واحد خليه. وصل إلى المسلمين فهو يقول أنا لا أتركه. فالأب مسك بابنه وأخذه معه وهو يقول أيها المسلمون ساعدوني ولكن أبوه يقول إذا أخذت هذا مني فالاتفاق ملغي لا أقبل هذا الاتفاق. فهو عارضه فأصبح هذا كذلك السبب. المسلمون يغضبوا كثيرا يعني واحد أتى ينجد بين المسلمين والرسول يرده. سيدنا عمر بدأ يفور وحاول أن يفسد ويمد السيف إلى الولد يقول يا أبا جندل المشركون دمهم أهدر من دم الكلب وهكذا يمد السيف حتى يسحب السيف فهو لا يمد يده. فهو يقول لماذا لا تسحب السيف تقتل أباك؟ يقول ولماذا أنت لا تقتل؟ فهو يقول أنا لا أقتل لأن النبي ينهانا عن ذلك. فابنه هذا أبو جندل يقول فأنت تحترم كلام الرسول أنا لا أحترم أنا كذلك سأحترم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأقبل بما يوصيني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول قالوا اصبروا فإن الله سيأتي بالفرج إليكم. كذلك كان هذا مصيبة كبيرة بين المسلمين ولكن انتهى كذلك لم يؤدي إلى مشكلة وإلى فتنة. تشتكي غريب دنه نبساندن كاغده كرن دسته خو هرن صحابي كي مسلمان كو اسير لمكه كره في ظلام هانيه بري عبد الله ابو عبد الله كو مسلمان سهيل بابي كافره ناوي كرويج ابو جندل اوج بيا مسلمان لبابي غرتي اوت مالك زنجير على قسيكي بالشكل كي ابيات فلته تبع زنجير اخو تنوا مسلمانا قالوا مسلمانا من خلاص كن كدوه من خلاص كن جارك هادي مسلمان كلد دارك هادي عاجز تبن دليوان شوته ابيات قرقا لا ياخذ قراد بك بيجا شيطان خبيث خراب كدا هاتي هذا پیغمبر جراد بيجاش بون خاطره من يعفو بك برا وهاتي نوا ما يعني دبنا والله يا محمد بي اگر توي ندي من لفاتنا ما خلاص ام تفخرك پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکنا کد بیاس قبول نکم یا تبیا بدی من یاز نکم ایوات ابیا جهاتی بزنجیره و تی بزورینی
یک جار مسلمان في آگری وان گشت به ایجاد تشتی غریب حضرت عمر خوش دقیقه اول دقیقه قبول نکرد صلحه هانه ایجاد دین دبه حضرت عمر چد که باف کره گرتیه دبه یا حضرت عمر شوری دستی ده شوری غوا کریه دبه ابو جندل صبر بکه ها ای خود دره خیره وکه لی بزن به کافر خوی نوان نکه خوی نکوش که کی کافر خوی نوان به قیمت شوری خوش یواد که جاره جاره کی یعنی دست اقبابش دستم درخه اواد که به کافر به قیمت نه کی وان بکشش خوی نوان بلاش یعنی او شوری خواد که لی صبر بکی ها صبر کردن او پولیتیک قویه او جبانه کو نگوتن تخرا کرد دومات به صبر بکی اما شوری خوش یواد که ایتا یعنی دستم کاش که لی خبابی خو بکشه برا خراب به حضرت عمر هر خواسته خراب که نبدل وانلو سعید دست جندل شورکاش ناکه و حاصل کلام داوید بیا تشماش دستم در ناخی بگشید خوازن تبابی خو بگشی برا خراب به ادوی عمر تچ ما ناگشی من دستم گریدایه ما ندوی پیغمبر گوته تشتکی نکن از دومات نکارم تشکی بکم ادوی پیغمبر اشترا گوتیه جمراج گوتیه تو حرمتها پیغمبر دیگری از نگرم یعنی اش مجبور بکرم لا اله الا الله محمد رسول الله و حاصل اگه تشتکی پر غریب چه ادوی که حضرت عمر دوی والله نکش خوازار خراکا شوری خوات که کافر بی قیمتن يعني ايش دست امكاش كله هيك ابي اجي دبي حرمه نجمان پیغمبر عليه الصلاه والسلام اجي بتشتاني ناكم اوجي قضيه تشتكي دي در كتيجه طبعا هذا ازداد الامر مشكله فوصل الامر انتهى الصلح ذهب ابو جندل فالان اتى وقت ان ينحل المسلمون من العمره فمنعوا من الحمره فمن المفروض اذا منع الانسان من العمره ان يضحي بشيء وبعد ذلك يتحلل فالنبي يقول أيها الصحابة اذبحوا الأضاحي أو الحيوانات التي أتينا بها في سبيل اذبحوا وتحللوا من العمرة ولا أحد يسمع كلام النبي مرتين ثلاثة لا يسمعون فالنبي يغضب ويدخل إلى خيمته عند زوجته أم سلمة رضي الله عنها فالنبي يقول هلكوا سيهلكوا فهي تقول ماذا حصل يا رسول يقول هكذا لا يسمعون الكلام أم المؤمنين الأم دائما حنونة فهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني افهم الحال نحن ضغطنا عليهم أو المشركون فرضوا علينا بعض الشروط لا يتحمل فزعلانين شوية لا تكلم أحدا وادعو لهم وتخرج من الخيمة وأنت تذبح كم ناقة وبعد ذلك تنادي الحلاق يأتي يحلق رأسك خلاص سيعود إليهم رشدهم فالنبي يخرج من خيمته ولا يتكلم مع أحد يذبح كم أضحية وبعد ذلك يقول الحلاق تعال احلق رأسي فحينما يأتي الحلاق ويقطع شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه فيعود إلى الصحابة رشدهم وبعد ذلك يندمون يبكون يعني يجرح بعضهم على هذا الأمر أولا على الظلم هذا الاتفاق وثانيا لأنهم تأخروا في استماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن انتهى الأمر في هذا النقطة ولكن المهم الصحابة كانوا منضبطين هذا هو المهم يعني أنت تسمع كلام القائد ولا تعمل شيئا تفسد عليه خطته أما اليوم فكثير منا يدعي بأن رجل فلان قائده ولكن يقوم بتصرفات يفسد عليه مشروعه وأهدافه وخطته فيفسد على نفسه وعلى غيره ولكن الصحابة كانوا منضبطين وإن لم يعجبهم الأمر ولكن كانوا يتحملون ولا يتعدون حدود النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي دنه چون عمره نكرن تشتكي نكرن قانونك هي ابي كن عمره قبا قريه واتي قرتن ونكارن عمره وكاتنا احرام قالوا دركبن لو سري حيوان قربان بدن پیغمبر وانكو قرم قربان بدن نكارن هر عمره چون جلي عمره الخوكرن نه چون قرا بصفرن قرا قربان بدن پیغمبر گو قالوا صحابي قربان خوشه کنم جي احرام دركبن کسکی گوداریا پیغمبر نکر تو کسکی ها نابجن نا اشخارونش نش قحراورونش نو هذه كردي جانا زارو بشكل دبي صبي خيدي نوات او سكت دنگي هناك رسول خدا دجار سجارك وسري حيوان جيكن كاسكي نكر يعني ظلم لوان هاتي كرن هاتي نايل عمره بكي ور حاصل شرط وان تف ظلمن هلك ابو جندل جهاتي ويجبر در شعب وان برن يعني عاجز هون پیغمبر چو چادر اخو جناوي ام سلمة جنا پیغمبر ناوي پیغمبر چو هندر پر عاجز فيك والله مالا وانا خرابه وانا قوتارينا كمالا خرابه قو بأمريا متكن أبي جناب پیغمبر عليه الصلاة والسلام دايك بسلمانه ديا بسلمانه دي هرب رحمن يعني
قو يا رسول خدا دل يغفر بك عاجز نبه قو يعني حقلينها يعني ظلم المهات كرن الشرطة قبولنا كرن مجبور كرن قو فقط دل يغفر بك جوان عاجز نبه در كفه حيوان اخسري وانجيك حب كده حبا قربان اكتب دسي خو بده وبجا برا بربر برا بوريته جيك خبرنا دقت تشكيلات برا اخو بك اي هشوان ورا سريوان ولا پیغمبر درتي خبر نادب كسكرا دوي خو حبك دحبا سريوان جيتك و فلان کس برا پاره میشه که ته پاره میشه که اوانا هجات چه وقتش چایوان ود به وای ما چکر ما قدریا پیغمبر نکر يعني پیغمبر عاجز کر علیه الصلاه و السلام ور حاصل کلام اجا پاره هفجت کن حیوان هفجت کن یا بريدارت کن اجالي كده دگرین و اجالي كده جيت ساج عاجز بونه دلوان شوته دبي هم ظلم المهات کرن وما بامريا پیغمبر ذکر علیه الصلاه و السلام دودش کتن ام بيجن كيماني كي لي خدا جوان راضي به در حلش اونها سریوان چه فکرن و قربان مربان خدا به شکل هانه لي قالوا جماعته دفردات تشتمي مهنه هر سروككي هر مازنكي لازم جناوي دوراوي خصوصا جناوي قرب عاقل به زانا به دلي مازن به جنكاب احمق به نصيبه سروككي مالاوي سروكي خراب او شيء كجناي خراكه يعني شيء نابه جن قرب عاقل به جنا پیغمبر دلی شوتی و فکرک خوش پیغمبر را علیه الصلاة و السلام جبون سلامتی بسلمانه ابیات تشتکی مهمه لوم هم تماشات کن جنه پیغمبر تب حکمتن تب زانه بو خدا واندا که لکا پیغمبر جبون آلیکاریا پیغمبر بکن علیه الصلاة و السلام دلی اون ملت بشوته حال ملت بین زمان یا رسول خدا بیا وها بشکل آنه اف جنا آنه خیر و برکات افو رب عالم مقامی بلنتر بکه ان شاء الله نقطه دویا ديسيبلين ام بجينا ديسيبلين بني ابقى في صلحه هاني تدا ظلم هبو المسلمان ظلم هات كرم فقط ديسيبلين مسلمان خران ابو بامريا پیغمبر نكرن يعني دكاربون يكي ما كير كل يكي خسر يكي بشكينن يكي بوجن دكاربون خراب كرانه فقط اوقاس الظلم هات كرم فقط ديسيبلين وان ابدا خران كرن يرو مصيبتها ما ابها دو جروب بارتي جماعات طريقات مجموعات شد بن برابن تتماشات كي سروكي وان بيلانا كوي هي دبي افريا ما ابن في ريا هاني دهرن ابي كل دويتن هر كس كيش خاطر تشتكيت كه بيلانا يخرات كن بروجا يخرات كن سري ويد بيجن غوداريا يناكن فتنه كي دارخن تشتكيت كن ابي فقير دبي والله وبيلانا ما تفسروا بنوكر بيلانا ما نابو واخراكر اما ديسيبلنا صحابيه او قصا حرمتها پیغمبر قرتن عليه الصلاه والسلام و همبر در نكتن بيلان و بروجا پیغمبر خرانه كن ابي اج او قصا مهمه واخيرا بعدما انتهى كل شيء أنزل الله على رسوله سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا خلاص انتهى كل شيء بدون الآيات عملوا هذا الشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر تعال فقرأ عليه سورة الفتح فسيدنا عمر يقول ندمت كثيرا لأني عارضت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لم أزل أصلي وأصوم وأتصدق في سبيل الله كثيرا لعله يكون كفارة للذي قمت به في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وجه النبي فلا يقول شيء بسيط فهو الندم وعمل كثيرا من الحسنات حتى يكون كفارة لما قام به في وجه النبي أما نحن اليوم نعمل كثيرا وبعد ذلك كأنه لم يحصل شيئا لا ندم ولا أي شيء الفرق بين الإيمانين داوي هرتش قضیه تری کرد به دعوت قضیه بوک هات زاوات مال خو هیجا سورت فتحات سورت إنا فتحنا سورت مازن هیجا هات ها ناتی او قصا شر و او عادسی و اتفاق و دل ایشاندن و ورد داویدا خود آیت کی نشان طبق جام تماشا کن گوداریا پیغمبر کن ناکن داوی سورت فتحات پیغمبر گو عمر و رب حضرت عمر هات پیغمبر جرا سورت فتح خوان بني عمر توقص احتراز كر خديجو افيا فتح معناه داري خيره بابون يعني اذا حضرت عمر دبي ازو صافوشمان بوم دبي جا من بر لمشكر من بر روشي قرت من بر خير وصدقه دا جوانه ببا كفارته او زمان درجه من الهمبر پیغمبر عليه الصلاه والسلام بني ايمان چوايه الهمبر پیغمبر بشكي زمان قدرش كر بالصلاه دبي مش روجي زيدات قرت صدقات دا عبد آزاد كر خير وحسنات اذكر يا ربي من عفو بك من زمان خود ريش كربو امام جانا گناهات كن بامري خاطر پیغمبر يتكن خما سانكي منكريه جيران مكريه
سانکی یکی دی که پوشمانیش تنه جانا بده هم خدای معفو بکه اوجی خبردانه که جقر که برجورتر اما اوی خدای ایمانن بلکه خدای من عفو نکر بلکه که توبه مدا کیمانی که از گارانتی هم هیکو رب العالمین من عفو کریه لیک ایمان مرضا هبه حتی دا قضاویجی معرفش کیمانی خود ترسه بلکه رب العالمین وان کیمانی من سر شعبه مخسبره توبه کریه تدروا که توبه تنت توبه بو به شکل آنه ایمان حضرت عمر و ایمان انسان وکامه به شکل لهفهات صلح حدیبیه قضیه رب العالمین خير وخشي وسلامتي بك نسيب متى إن شاء الله. انتهى صلح الحديبية إلى أن نلتقي في درس آخر. ابقوا في حفظ الله ورعايته إن شاء الله حتى حفتهاتي أمانة رب العالمين من خير وخشي وسلامتي لسروا وسرمتى إن شاء الله أزواء أمانة رب العالمين أجمعين خدش برازيبه حتى القامرة متى قرتن أزت تشتكي بيجم